ها مش قادره اقول اسمه بجد، هضحك. هو ايه اسمه؟ عيب. اغلط ونصلح أول بودكاست مصري بيناقش أخطاء العناية الشخصية بأسلوب سهل ولذيذ. الحلقة مكونة من 4 فقرات مختلفة، في كل حلقة هتلاقوا ضيوف جداد مشاكلهم نفس مشاكلكم. دكتور منى هتحاول توقعهم في الكلام عشان تكتشف الغلطات اللي بيعملوها. في آخر فقرة هتعرفوا ازاي تصلحوا كل الغلطات دي بتكة واحدة. في آخر الحلقة هيكون في فزورة، لو جاوبتوها صح في الكومنتات هتكونوا من ضمن 30 شخص هيكسب بوكس لعبة. استنونا في برنامج اغلطوا وهي تصلح. ضحى، عامله ايه الاخبار مع الحمل؟ بما انك يعني جايه لنا كده على اخرك، طمنينا عليك. الحمد لله. بصي يا ضحى، احنا النهارده قررنا ان احنا ندحلبي في الكلام ونعرف ايه الاخطاء اللي انت عملتيها وبتعمليها وانت حامل، ونشوف هل هتنجحي في هذا الاختبار ولا لا. وانا حامل بس اه ده من قبل الحمل كمان، اكيد في كوارث. الفقره الاولى دي هي عباره عن اسئله من جوه الصندوق. انت بتهتمي بالروتين وقت الحمل زي قبل الحمل، ولا في حاجات كده استجدت عليكي؟ في شويه كسل زياده بصراحه. كنت هسال عن موضوع الكسل ده اصلا. اصلا لا، في شويه كسل طبعا، يعني يا دوبك الصحه ان احنا نيجي من الشغل وننام على طول بس. يعني مفيش لا روتين بشره ولا روتين شعر ولا اي لا، حاجه؟ في بس مش زي قبل. وحتى قبل ده كان قبله بقى ما كانش فيه خالص. يعني ما اقدرش اقول وما اقدرش اقول لا. ايه اكتر حاجه حصلت لك وقت الحمل وحسيتي انك متضايقه جدا؟ دي حاجه مستفزه شويه. رقبتي هنا بقت تقريبا فيها سواد رهيب ما بيروحش. ده الكلف بالظبط. فماما قالت لي بقى بعد ما تولدي ان شاء الله، فانا مستنيه اولد واشوف ده هيروح ولا مستمر معايا، ما اعرفش. لا خلي بالك، هو يعني الكلف بعد الولاده يروح، ما تقلقيش يعني. طبعا بغض النظر عن حجمي اللي زاد 30 كيلو تقريبا، دي تاني كارثه برضه. ضحى قولي لنا بقى، كنت متقبله التغيرات اللي حصلت لك في شكلك وفي جسمك اول ما حملتي، ولا الموضوع كان صعب بالنسبه لك؟ لا، كان صعب جدا لحد دلوقتي صعب. بصي ده انا بس والله ده العظيم أنا. انت شكلك ما شاء الله جميل، يعني عايزه اقول لك الناس بتضرب في الحمل يعني. كلها بتقولي شكلي كده احلى، بس انا لا. يعني انت اصلا مش قادرة. لقيتي حواليكي سبورت، ولقيتي حد حواليكي بيقول لك انك جميله زي ما انت، بس انت من جواكي كل الناس بقى الا انا. ضحى، السؤال الرابع وده سؤال مهم جدا، ايه اغرب حاجه سمعتيها سواء بقى كان في العنايه بالشعر او البشره او الجسم بصفه عامه اول ما حملتي؟ مش فاكره. يعني انا عايزه اقول لك حاجه. وقت الحمل كانت واحده قالت لي انت لو حسيتي بحموضه بالليل جامد وقمتي ترجعي، فكده البيبي هينزل شعره طويل جدا. بينزلوا قرع تقريبا. تقريبا. قالت لي برضو؟ ايه هو اللي عملتيه اول ما عرفتي انك حامل في روتين شعرك او بشرتك؟ في حاجه غيرتيها، في حاجه زودتيها؟ في قصه قصيره حزينه. كنت عامله اوردر لغسول كان فيه ريتينول، الاوردر وصل والمندوب كلمني، عرفت ان انا حامل نفس اليوم. اللي كويس بقى اصلا انك انت متابعه ايه اللي ممنوع وقت الحمل، فبرافو يا ضحى بجد. برافو ليا وبرافو. معلش الريفرنس بتوعي 2 ريفرنس سيز. بعت لها مين دي ريفرنس؟ تقى اختي طبعا، وشاهندة صاحبتي واختي برضو. يعني باي باي في الكاميرا. باي تقى، باي شاهندة، بجد اكتر 2 يعني باخد منهم نصايح زي الفل. اخر بقى سؤال معانا في فقرتنا دي يا ضحى، استر يا رب. هل طلع لك ستريتش مارك ولا لا؟ لا الحمد لله بجد. بمناسبه بقى الستريتش مارك، يعني في حوار كده، شفت مره فيديو عن واحده بتتكلم ان هي حطت حاجه معينه على الستريتش مارك، ودي بقى خلت سماكه الجلد مش عارفه بقت قد ايه وهي بتولد، عمل لها مشكله وحوارات بقى كتير. طبعا طلعت كلها مش حقيقيه، خرافات شنيعه بجد والله. جماعه حاسه ان احنا ما دحلبناش ضحى بما فيه الكفايه، فيلا بينا على الفقره الثانيه نشوف هنعرف ندحلبها ولا لا. ضحى في الفقره دي انا هسالك شويه اسئله، والحاجه اللي حصلت هتقولي عليها امين، واللي ما حصلتش هتقولي عليها شمال ويمين. السؤال الاول، هل الرياضه بالنسبه لك في الفتره دي حاجه مهمه ولا لا؟ امين ولا شمال ويمين؟ اي نوع من انواع الرياضه. ان شاء الله ربنا بتمشي في الشقه. ايوه حقيقي انا بمارس رياضه المشي فقط. السؤال الثاني، ركزي فيه كويس قوي، احمينا يا رب. هل جه عليكي اوقات الفتره بتاعت الحمل تاكلي اي حاجه قدامك ومش فارق بالنسبه لك اي حاجه؟ ما حدش يقول امين ولا شمال ويمين. اسمها ايه الحمار اللي بياكل في النجيله دي، ولا البقره اللي بتاكل في اي حاجه قدامها؟ هل الميه مهمه دلوقتي بالنسبه لك ولا بتنشرها؟ امين. من اول الحمل ومن قبل الحمل ازازه ميتي فين اهو، الدليل اهو لازم. طب ليه الميه مهمه بقى؟ يعني معلش بصي بقى الاسئله بقى اللي ملهاش اجابه، مش عارفه بس حسيتها مهمه. لا بس بصراحه فرقت في بشرتي، معرفش ليه. السؤال الرابع، بتكسري تعملي الروتين بتاعك بسبب ان مودك ساعات بيتغير؟ ينفع نص نص؟ يعني بدل ما كان الصبح وبالليل بقى بالليل بس. ضحى ده اخر سؤال في فقره امين ولا شمال ويمين. اوكي. هل ضحى بقت تهتم بالاكل الصحي ولا على الله حكايتك؟ في معلومه عرفتها، انا كنت باكل جزر، فلفل الوان مثلا، خيار، خضره بقى خاص في الشهور الاولى دي كتير جدا، 3 شهور الاولانيين. بعدين عرفت ان الجزر فيه فيتامين الف.
محدش يعملها يا جماعه، محدش يكتر من جزر. يعني انا حاسه ان احنا برضو مفيش دحلب، يعني هي بتقول كل حاجه تمام. فتعالوا نجرب في الفقره الثالثه. الفقره دي انا هسالك شويه اسئله ادحلبك بيهم، هعتمد فيهم على سرعه بديهتك. كل سؤال قدامك فيه ايوه كل سؤال قدامك فيه 10 ثواني انك تجاوبي. طب ممكن 10 ليا و5 للبيبي؟ ده الريتنج اللي احنا هنديهولك. شيل الاعداد، يفتح التايمر بعد اذنكم. هل صبغه الشعر غلط وقت الحمل، صح ولا غلط؟ صح. ثقه. لا ما الله اعلم. غلط في كل شهور الحمل. تقييمك للسؤال الاول يا ضحى 5. عارفه بقى ليه؟ من كام؟ 5 من 10. ليه؟ عشان انا قلت السؤال ما بين بين. السؤال الثاني، هل الفرد بقى ممنوع في الحمل وغير الحمل؟ دي له يدي يا ام خالد. عارفه انا ليه بسال الاسئله دي؟ لان دي اكتر اسئله بتشغل بال الامهات. اه. يعني انا خلاص انا هولد بقى، فانا عايزه افرد الشعر مصحصح صراحه. خدي بالك انت بعد الحمل بعد الولاده مفيش وقت خالص، مش تغسلي وشك. عادي شعاع الشمس جميل ونعمل كحكه كده هيبقى منظر تحفه بجد. ينفع احكي قصه؟ اتفضلي يا فندم. يا سلام، مايك معاكي اهو. عندي قصه قصيره حزينه كل برضه. قصص ضحى حزينه. انا مش من هواة فرد الشعر اصلا، كنت مضطره وقت فرحي ان لازم يبقى فيه هيت. عملوا لي بيبي ليس، كانت اللي قبلي عامله فرد. حطوا ايوه الماده كانت على البيبي ليس واتحطت كانت في موجوده. شعرك. ايوه شعري وقع طبعا بطريقه فظيعه، ومهما بله يعني هو فيه شويه ويفي. فين الويفي يا جماعه؟ مش موجود. يا الله. وريحته كمان كان فيها ريحه الماده أيوة. الفورمالين. فدي حاجه نتاكد منها برضو قبل ما نعمل شعرنا في اي مكان، ان الحاجات كلها نظيفه وجميله. المفروض عشان صحه شعرنا اللي راح في داهيه ده. حسبي الله ونعم الوكيل. ضحى، التغيرات الهرمونيه بتاثر على البشره والشعر وقت الحمل ولا مش صح؟ اقول من خلال خبرتي ولا في الواقع؟ يعني اي حاجه. انا بحس ان هي بتاثر، بس الفيتامينز اللي احنا بناخدها بتعالج ده يا اصلا. ريتك ما قلتي من خلال خبرتك. ثانيه واحده، طلع لي حاجات اسود هنا بتاثر. طلع لي حاجات اسود في بشرتي. رقبتك اللي انت قلتيها من الحبه دي كانت ايه؟ دي مش دي تغيرات هرمونيه حضرتك. ما عايزه اقول لك الحمل بيعمل زهايمر برضه. صفر. سالب 10. ضحى، ده اخر سؤال في فقرتنا دي. هل واقي الشمس ممنوع ان احنا نستخدمه وقت الحمل؟ لا. ليه؟ لا يا جماعه عادي خلاص. فاحنا دلوقتي هنخش على اخر فقره، وهي فقره روتين وفزوره. ضحى بصي، انت البوكس ده كسبتيه معانا، بس عشان تاخديه هو شرط واحد، انك تجاوبي على السؤال اللي انا هقول لك عليه دلوقتي ده صح في مده دقيقه. مش اكتر. تمام؟ ماشي. ممكن تفتحوا التايمر. جوه البوكس ده في حاجات امنه ان انت تستخدميها وانت حامل تماما، وفي حاجات مش امنه. فانت دورك دلوقتي انك تقولي لنا ايه هو الامن وايه اللي مش امن. ده امن جدا. ماشي. زبده الكاكاو طبعا جميله، لازم نستخدمها طول الوقت. برافو. طول الوقت. قولي لي اي حاجه. سيرم. ايوه. لا ده ريتينول اصلا. لا قلنا انت لا. عندك قلنا ايوه لا. حكاوي مع ريتينول. ممنوع. اكيد ده ما فيهوش اي مشكله. هيأثر في ايه ده؟ لا كرياتين. ده كرياتين ده بجد. ده شامبو. يبقى ايه؟ عادي. ده اعتقد انه امن. ده إيه؟ اعتقد. مش عارف. اسم المنتج ما انا ما اعرفش اشتري بحاجه. ده وايتنج كريم. مش مكتوب وايتنج. مش باين ان هو غسول. لا. ها مش قادره اقول اسمه بجد، هضحك. هو ايه اسمه؟ عيب. صعب تقيله عليا بس معوقه. قدامنا وقت قد ايه؟ 5 ثواني. 5 ثواني طبعا مش هلحق. اوكي. ده عشان انا عارفاه المينوكسيديل ده طبعا خطر جدا وما حدش يستخدمه في الحمل اصلا. صح. في ايه خلاص. لا للاسف مضطره اقول لك انك كسبتي معانا البوكس. استغربتك لسه كده في حلقه ضحى غيرنا اللوكيشن بس ما غيرناش الهدوء. بما ان ضحى جاوبت صح على الروتين اللي كان جوه البوكس، فجاء دلوقتي دوركم ان انتوا تتحدوها وتجاوبوا صح على الفزوره. قبل ما اقول لكم الفزوره خليني بس كده يا جماعه اطمن المامز اللي زي ضحى. خليني بقى اقول لكم على اكتر مواد فعاله ممنوع تماما تستخدموها وانتوا حوامل، وايه الحاجات الامنه. كل مشتقات فيتامين الف، الريتينول، اكريتين، ادابالين، موربلين، اي حاجه تيجي قدام عينيكم فيها مشتقات فيتامين الف ممنوع تماما وقت الحمل. تاني حاجه ممنوعه جدا جدا هي ماده الهيدروكينون اللي موجوده في كريمات التفتيح. تالت حاجه بقى ممنوعه وهو المينوكسيديل اللي موجود في السبراي بتاع علاج تساقط الشعر. الحاجات دي كلها احنا لازم بنوقفها قبل الحمل بحوالي تقريبا 3 شهور. الشامبو، البلسم، حمام الكريم، الزيوت، الكريمات المرطبه دي عادي ان احنا نستخدمها يا جماعه. علاج الحبوب احلى كريم ممكن تستخدموه وامن كريم او ماده فعاله بمعنى اصح هي ماده الازاليك اسيد. دي هتلاقوها موجوده في كريم شبه السكينورين، الازادير. بس الفكره كلها ان الماده دي تقيله شويه على البشره، فلازم تستخدموها بطريقه تكون صح. كنت قايلها لكم قبل كده. عندنا بقى حاجتين بيبقى دايما عليهم خلاف. واقي الشمس امن في وقت الحمل ولا لا؟ امن يا جماعه، استخدموا واقي الشمس عادي. تاني حاجه مزيل العرق. في مزيلات عرق كتير جدا ما فيهاش الومنيوم ولا بارابين، فتقدروا ان انتوا تستخدموها وقت الحمل بامان تماما من غير ما تدخلوا نفسكم في دوشه هو هيكون امن ولا مش امن.
وحين الان موعد الفزوره، وعشان تكسبوا بوكس شبه ده فانتوا لازم تجاوبوا على الفزوره دي صح في الكومنتات، تعملوا شير الفيديو مع صحابكم، وهتدخلوا على سحب ضمن 30 حد هيكسب بوكس العيد. هو ايه بوكس العيد ده؟ من الاخر هو بوكس كله منتجات ليها علاقه بالشعر والبشره. الفزوره بقى هي يا جماعه، عايزاكم تكتبوا لي مادتين في الحمل مش امنين اطلاقا ان احنا نستخدمهم، وماده امنه ان احنا نستخدمها، وما تشيلوش هم حاجه يا جماعه، اغلطوا وانا اصلح.